شاركوا طلاب اشتركوا بخير يا رب. لايك الفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى كل الاخبار والقرارات والاشياء والفيديو كل شيء يوصلكم ان شاء الله اول باول. طبعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل رسمي اليوم بتاريخ اليوم وهسه الساعة بالسبعة واليوم 5/11/2024 طلقت دليل الطالب للقبول في الكليات والجامعات الأهلية للسنة الدراسية 2024-2025. ذكرت لكم الوقت والتاريخ حتعرفون انه هذه الاخبار هي الجديدة دائما احنا هيك حتى تكونون على بينة. هاي وحدة. الشيء الثاني طبعا التقديم على الجامعة. قبل لا اتكلم عن دليل الطالب للجامعات والكليات الأهلية، انه بالنسبة للتقديم على الجامعات والكليات الأهلية ان شاء الله عن قريب راح ينفتح، يعني لحد الان هو ما منفتح، خاف واحد انه يسأل، بس عن قريب جدا راح ينفتح ينزل الرابط الرسمي، واكيد من ينزل الرابط الرسمي احنا راح نرسلكم تقدرون يعني من ينزل الرابط الرسمي تقدرون تقدمون، يحق لكم تختارون 4 اختيارات او هيك شيء. المهم واحنا هم راح نوضح ان شاء الله، بس ان شاء الله باي وقت وباي لحظه ينزل الرابط ونشرح لكم. هاي وحده. شيء ثاني دليل الطالب من خلاله انت كطالب اذا تريد تقدم على الجامعات والكليات الاهليه، اول شيء هذا الدليل الطالب، هذا دليل الطالب اللي جاي يشوفونه امامكم، اللي هن هذني كل كليه وكل قسم وكل جامعه وكل المحافظات العراقيه مكتوب امام الجامعه والمبالغ اللي بيه. احنا اول شيء عندنا بالتقديم بالحكومي عندنا صباح ومسائي، وبالاهلي هم عندنا صباح ومسائي. يعني الاهلي هم انت اذا تريد تقدم بيها تريد تقدم على الدراسه الصباحيه او الدراسه المسائيه، واكيد هم اكو فرق بالمعدل، هم اكو فرق بالمعدل. يعني اذا كنت تريد تقدم على قسم معين معدل نفترض بال70، فهم بالمسائي هم راح يصير بال60 او بال50 والى اخره. فهاي هم ملاحظه لكم. يعني التقديم على الجامعات وكليات الاهلي يخاف واحد ما يدري، هم تبي مسائي وبي صباحي. هاي وحده. الشيء الثاني هذا دليل الطالب اللي تلقونه بشكل ملف ناشر لكم على التليجرام. هسه احنا نشرناه على التليجرام، ادخلون لقناه التليجرام رابطها بالوصف اول تعليق، راح تشوفون كل الكليات وكل الاقسام وكل الامور وياها وياها الاجور مالتها، سواء كانت في الدراسه الصباحيه او الدراسه المسائيه. الشيء الثالث جميع كليه وجميع قسم وجميع جامعه تشوفونه هنا ومذكور عن الاقسام وكذا وياها وكذا. هذه الامور هاي باعتبار المعترف به. يعني مثلا احنا اكو مرات احنا نسمع بكليه معينه او قسم معين او جامعه معينه والى اخره، يبدون الطلاب يسالون هل هذه معترف بها؟ هل بعدين انه يعني عاد نقدم بها تعيينات كذا؟ اذا ما موجوده بدليل الطالب هذا اللي جاي يشوفونه امامكم يعني ما معترف به. بس شكو شيء انت مقدم عليه كقسم معين او كليه معينه موجوده هنا وهذا دليل الطالب اللي جاي يشوفونه امامكم يعني معترف به. وصلت؟ هاي بالنسبه لهذا الشيء. الشيء الآخر كلية التمريض ما بيها دراسة مسائية بالأهلي، وملاحظة مذكورة بآخر هذا الملف اللي هو جاي شوفوا المدير الطالب مكتوب به تعليق الدراسة المسائية في الجامعات والكليات الأهلية في كليات التمريض أصلا من العام السابق، يعني مو من الآن، من عام أصلا احتمال حتى هو يعني من العام السابق أو إلى آخره. المهم ماكو دراسة مسائية أهلية. نعم لك حق تقدم على كليات التمريض في الجامعات الأهلية اللي هو هسه يعني قلت لكم راح نفتح الرابط دليل الطالب هذا، لكن صباحي يعني جامعة أهلية صباحية كل مشكلة ماكو. بس احنا ذكرنا الجامعات الأهلية هم بها صباح ومسائي، بالمسائي ماكو كليات تمريض، واكو بعض الاقسام وكذا ذاكرين لكم يعني وحتى به الملاحظات شنو به صباح شنو مساء والى اخره. لكن كليات تمريض مساء تعلق بها القبول نهائيا ما موجوده باي محافظه دراسه مسائيه اهليه، اقصد مسائيه اهليه مو مسائيه حكوميه. هذا الشيء الاخر. الشيء الثاني جميع الجامعات الكليات جاي يشوفون وياها مبالغهم، يعني نفترض والمبالغ اكيد تختلف مو ثابته، يعني من جامعه لجامعه تختلف، من محافظه لمحافظه تختلف والى اخره. على سبيل المثال كليه التمريض هنا بجامعه التراث ببغداد اجورها بالصباحي بالحكومه الصباحي، يعني اجورها بالحكومه الصباحي 2,100,000، لكن نفسيه هاي كليه التمريض بجامعه المعارف اللي موجوده بالانبار اجورها بالسنه مو 2,000,000 العفو مو 2,100,000 وانما 2,500,000 2,500,000 مثل ما جاي هسه تشوفونها امامكم، اللي هي جامعه المعارف هيها كليه التمريض اللي هو التمريض واجور دراسه صباحيه 2,500,000 اللي هي يعني اجورها تختلف عن الموجوده بجامعه التراث ببغداد اللي هي 2,100,000، فرق تقريبا 400,000. هاي كقسم معين اعطيناكم عليه مثال. ونعم اغلب الاقسام واغلب الكليات وكذا اللي جاي يشوفونها امامكم والاجور تختلف اول شيء بين الصباح والمسائي
وثاني شيء تختلف من محافظة لمحافظة، وثالث شيء تختلف بين جامعة وجامعة، يعني وربما تلقيها مشابه شويه يعني بين جامعه وجامعه، تختلف بين جامعه واخرى والى اخره. المهم هذا دليل الطالب جاي تشوفونه امامكم، وهاي التوضيحات البسيطه لكم تقدرون انتم تدخلون على دليل الطالب مشروع بشكل ملف على قناه التليجرام، وراح تشوفون بيه كل الاشياء اللي انتم تهدونها على الجامعات الاهليه، وهن اهم اشياء اللي هن الاقسام المعترف بهم الكليات، اجورهن بالصباح واجورهن بالمسائي، يا قسم بدراسه صباحيه ودراسه مسائيه، ايش قد المبالغ اللي انا اريدهم بالصباح وايش قد المبالغ بالمسائي، وكل الاجور المذكوره هي كسنويا يعني كل سنه قد هيك والى اخره. كل الامور موجوده في هذا الدليل الطالب ولجميع المحافظات العراقيه، والرابط ان شاء الله عن قريب ينفتح. وما ننسى وزاره التعليم العالي استحدثت 14 كل يوم واحد وجامعه اهليه بالعراق. كل التوفيق لكم يا رب. انتظرونا بالنشر، اطلعوا هاك الفيديو وشاركوا القناه وفعلوا زر الجرس وانتظرونا بالنشر.